حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى عامله لكم فرخه مشويه بطريقه جديده وحلوه جدا جدا، وتتبيله كمان يا جماعه خطيره. عامله فرخه مشويه في الكيس الحراري. بصوا الفراخ عامله ازاي، دايبه وفظيعه. لحمتها كده يعني مش عارفه امسكها لانها بجد دايبه. وصدر الفرخه اللي كلنا بنقول ناشف وبنخاف منه ومش بنحبه، لا اعملي الطريقه دي وهتلاقيه بصي دايب معاكي جدا. وحاطين بقى معاها كمان بطاطس وبصل قوارمه مستوي كده تحتها، طعمه رهيب. بصوا شكل البطاطس عامله ازاي، خطيره. يلا بقى نشوف الطريقه والمقادير، بس الاول نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا جماعه بجيب عندي بوله حاطه فيها 3 لتر ونص من الميه، وحاطه فيها نص كوبايه من الملح و3 ربع كوبايه من السكر، وبحط الفرخه بتاعتي في المحلول ده من ساعتين ل3 ساعات. المحلول ده بيفتت انسجه اللحمه وبيخليها طريه، بيخليها جوسي، بيخليها حلوه جدا جدا. بعد كده بطلعها من المحلول ده وابدا بقى في ان انا اتبلها. عندي للتتبيله طماطمايه متقطعه مكعبات كده صغيره، وعندي بصلايه متقطعه، وعندي فلفل الوان، وعندي توم، فصوص توم، وعندي معلقه كبيره من العسل الاسود، وكمان معلقه كبيره من الخل، ومعلقتين كبار من الزيت. هجيب شفشق الخلاط وهنزل بقى بالخل والزيت اللي هي المكونات السائله عشان تخلي الخلاط يشتغل معايا، وكمان الطماطم مقطعاها صغير قوي زي ما انتوا شايفين كده عشان تتفرم معايا بسهوله في الخلاط. وانزل بقى بالفلفل الالوان. انا الفلفل الاحمر والاصفر كان عندي في الفريزر، بس تقدري تستخدمي الفريش عادي جدا. وفصوص الثوم، وكمان البصل، كله في شفشق الخلاط. وهبدأ بقى في ان انا اضرب وامكس كل الكلام ده مع بعضه، اضرب كده بالراحة لغاية ما يختلط كله مع بعضه. بيختلط زي الفل، مش بتحتاجي انك تزودي مية ولا اي حاجة. لو عايزة تحطي كمان عصير ليمون ممكن تحطي عصير ليمونة. التتبيلة دي بقى يا جماعة بتخلي الفراخ طعمها رهيب. هنزل بقى بالخليط اللي انا عملته ده كله في بولة، وهضيف عليه بقى البهارات بتاعتي. هي عبارة عن بهارات فراخ، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة من الحبهان البودرة، ورشة من القرفة والزعتر، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من السماق، ونص معلقة من البابريكا، وطبعا الملح والكمون والكزبرة برضو من كل حاجة معلقة صغيرة. وهنزل بعد كده بمعلقة كبيرة من العسل الاسود. متقلقيش من العسل، مش بيسكر الفراخ ولا حاجة، بس بيدي كده لون حلو قوي للفراخ، وبيديها كمان طعم مميز جدا. وبعد كده هضيف كمان علبة من الزبادي عشان تساعد كده على ان الفراخ تبقى طرية معايا وجوسي. كمان معلقة الخل اللي احنا حطيناها بتخلي الفراخ برضو انسجة اللحمة معايا تبقى دايبة اكتر. وانزل بقى بالخلطة الحلوة دي على الفراخ بقى، وابدأ كده ادخل من جوه الفراخ وتحت الجلد في الصدر بتاع الفرخة، اعمل فتحات كده بالسكينة، وادخل بقى التتبيلة كده في صدر الفرخة عشان تدخل للحمة من جوه، فتخلي لي اللحمة من جوه طرية وجوسي وحلوة جدا. وبرضو نفس الموضوع في الوراك، ومن بره ومن جوه. بصوا يعني ما خليش مكان ما دخلش فيه التتبيلة، اغرقها كده في التتبيلة علشان تتشرب حلو قوي منها، واللحمة بتاعتها تطرى. واسيبها بقى في التتبيلة دي اقل حاجة ساعتين. لو عايزة كمان الاحلى والاحلى لو سبتيها يوم في التلاجة هتطلعي بنتيجة تحفة، بس لو ما عندكيش وقت ساعتين حلو قوي. وبعد كده تبدأي بقى تجيبي الصينية بتاعتك وتجيبي الكيس الحراري وتفتحيه بقى وتحطي فيه الفرخة بتاعتي. بس قبل ما احط الفرخة هحط شوية حاجات كده تحت الفرخة عشان ايه، ناخد احلى طعم، نستفاد من الفرخة بتاعتنا. هنجيب بقى بصل قوارمة، البصل الصغير ده، وهننزله بقى في الكيس الحراري كده. وكمان هجيب عندي بطاطس مقطعاها مكعبات، بس مكعبات محملة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين عشان تستحمل معايا. وانزل بيها هي كمان على البصل. وبعد كده هجيب بقى رشة حلوة كده من الروزميري
وانزل بيه كده على البصل والبطاطس، واجيب بقى الفرخة بتاعتي الحلوة بعد ما قعدت كده في التتبيلة وبقت تمام التمام، وانزل بيها بقى كده فوق الكلام الحلو ده، واقفل بقى الكيس الحراري. بس شوية التتبيلة اللي قاعدين في البولة دول ما سيبهمش، انزل بيهم يا باشا على الفراخ، وكمان عشان ينزلوا على الخضار اللي احنا حطيناه ويدوا طعم حلو قوي. ابدأ بقى كده اقلب كل الكلام ده مع بعض، شوية التتبيلة كده اللي نزلوا دول مع الخضار عشان كله يشرب من كل حاجة زي الفل. وارجع كيسي كده في الصينية مرة تانية، وابدأ بقى في ان انا اقفل الكيس بتاعي، وكده بقت الفرخة جاهزة انها تدخل الفرن. لحد هنا بقى لو كنت وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تحطي لايك فضلا وليس امرا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. قفلنا الكيس والفرن بتاعي يكون سخن، وادخل الفراخ. ما ادخلش الفراخ على الفرن قبل ما يسخن حلو، لازم الفرن تبقى سخنه كويس قوي. وادخل بقى الفرخه بتاعتي، بس الاول اعمل كده فتحات في الكيس بتاعي علشان الكيس ما ينفجرش مني او يفرقع في الفرن لا قدر الله. واسيبها بقى في الفرن، بتاخد حسب حجم الفرخه بتاعتك، يعني بتاخد حوالي من ساعه لساعه الا ربع، ساعه ونص لو الفرخه بتاعتك كبيره شويه. وبتطلع بقى فتحت الكيس الحراري عليها، وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. انا مش عارفه امسك الفرخه يا جماعه، دايبه 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 رهيبه. ريحتها وهي في الفرن ماليه البيت كده، وريحتها جايبه اخر الدنيا. تحفه تحفه تحفه. بصوا يعني بجد خطيرة، طعمها في منتهى الجمال والروعة. بعد كده بقى دخلتها تحت الشواية، كمان اخدت لون حلو شوية، وطلعتها بقى كده على الطبق زي ما انتوا شايفين، وحطيت حواليها بقى الخضار اللي استوى تحتها، اخد كده من التتبيلة هو كمان ومن طعم الفراخ، وبقى خطير. بصوا يا جماعة الفراخ عاملة ازاي، بصوا الدبوس، اللحمة يعني دايبة، والصدر صدر الفرخة اللي بيبقى ناشف ده لا، ولا ناشف ولا اي حاجة، طري وجوسي وفي منتهى الجمال والروعة. التتبيلة دي ريحتها حلوة قوي، وطعمها مع الفراخ مدية طعم خطير. بصوا اللحمة عاملة ازاي، فظيعة. جربوها وهتعجبكم جدا 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 ان شاء الله. وما تنسوش تقولي رأيكم في التعليقات بعد ما تجربوها، لان رأيكم بجد يهمني جدا. ولو عايزين اي حاجة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وجربوا الفرخة وقولولي ايه الاخبار. ويلا باي باي يا حبايبي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.